السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا الكواليس حاليا بتتكلم على مباراة طلائع الجيش والاهلي اللي هي هتقام يوم الاثنين القادم بإذن الله. طبعا احنا هنتكلم عن تشكيل طلائع الجيش اللي هتكون موجودة بإذن الله ضد الاهلي. فطبعا عبد الحميد بسيوني اكيد يعني من المباراة اللي فاتت اكيد مرتب للمباراة دي كويس جدا جدا جدا. طبعا هيكون في حراسة المرمى محمد شعبان، خط الوسط محمد سمير، محمد دياب وعمرو طارق وعلي حامد. وسط الميدان جودي شيكا واسلام محارب وحميد ماو. في الهجوم يسار وحيد واحمد متعب وموسى ديوارا. طبعا احنا بنتكلم دلوقتي وعن تشكيل الاهلي وسام موفق، وطبعا بنتمنى ان طلائع الجيش يقدم مباراة جيدة الفترة الجاية طبعا قدام الاهلي. وده تشكيلة نادي طلائع الجيش امام النادي الاهلي. طبعا لو هنقدم تشكيلة الاهلي فهي معروفة، رغم ان انا بتمنى ان يكون واقف مصطفى شوبير. يواجه فريق الأهلي نظير طلائع الجيش مرة أخرى في 7 مساء اليوم الاثنين باستاد الكلية الحربية في لقاء المؤجل من الجولة 12 لمسابقة الدوري المصري، وهي المباراة التي يرغب خلالها المبارد الأحمر في الفوز من أجل مواصلة انتصاره المحلي. طبعا هنتكلم على حراسة المرمى. طبعا معروف محمد الشناوي، رغم ان انا تكرارا اتكلم اقول لازم الناشئين تلعب. طبعا محمد الشناوي انا لا في غنى عليه ان هو يعني افضل حارس في مصر حاليا، بس احنا بنتمنى الناشئين تطلع زي مصطفى شوبير. ده طبعا بيكون طلبي انا الشخصي وطلب بعض الجماهير يعني. وخط الوسط محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، كريم فؤاد. طبعا احنا كنا بنتمنى طبعا ان يكون موجود الماتش دوت يكون مريح مثلا محمد عبد المنعم عشان ماتش طبعا بيراميدز اللي هي طبعا قاعده تحضر بشده شده جدا جدا، عشان لو كسبت الاهلي هتكون خدت بنطه كويسه في الدوري للامام. طبعا خط الوسط مروان عطيه، اكرم توفيق، امام عاشور. طبعا خط الوسط كويس جدا، بس احنا كنا بنتمنى مثلا ان امام يريح الماتش دوت ويلعب قفشه. خط الهجوم طبعا حسين الشحات، وما اروع حسين الشحات الفترة الماضية، واحمد عبد القادر وحركاته، وبدأ يتحرك جدا احمد عبد القادر. وطبعا وسام ابو علي اللي طبعا لا غنى عليه حاليا. ما شاء الله الله اكبر عليه. اللهم لا حسد نمسك الخشب كلنا جميعا يعني. وسام ابو علي مقدم مباريات جميلة جدا جدا جدا. طبعا وتعد مباراة طلائع الجيش مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره في الدوري العام عن طريق الفوز أكيد طبعا. وأكد كولر على تصريح الأخطاء التي وقع فيها المباراة الماضية، مش المباراة طبعا بتاعت الداخلية، لا هي المقصود مباراة الجيش الماضية. فطبعا كولر حط ايديه على نقط الضعف اللي حصلت ونقط القوة اللي في الفريق الخصم عشان يبدأ يتفاداها عشان يكسب المباراة. طبعا حسين الشحات لعيب مهم جدا 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 في النادي الاهلي. طبعا حسين احنا لو اتكلمنا على حسين مش هنوفيه حقه ان هو لعيب محترم، لعيب خلوق، لعيب مهاري بيلعب بروح الفلانه الحمراء. طبعا احمد عبد القادر بنتمنى ان هو يرجع لمستواه الجميل جدا. بنتمنى ان احمد عبد القادر طبعا يلعب المباراه القادمه بتاع بيراميدز بالاخص.
طبعا لو احمد عبد القادر لعب مباراة بيراميدز هيفيد الاهلي كتير جدا جدا، بالذات بالاخص لو احمد عبد القادر. طبعا بيراميدز بتجهز دلوقتي، طبعا بيراميدز بتجهز لعيبتها يعني ما شاء الله عشان تبدأ تكسب مباراة الاهلي بالاخص يعني. استعدادات بيراميدز لمباراة الاهلي القادمة، طبعا احنا لو اتكلمنا على استعداد بيراميدز فبيراميدز فريق كبير وعنده حاليا لعيبة دوليين كتير جدا، وهو بيستعد ان هو يبدأ ياخد 3 نقاط من الاهلي. وطبعا لو لو بيراميدز خدت 3 نقاط من الاهلي، يعني اللي هياخدوا ال3 دول ان كان الاهلي او ان كان بيراميدز، فهيبدأ يتصدر الدوري فرق كبير. طبعا فريق بيراميدز قافل على نفسه، وبعدين حاليا المدرب بتاعه قافل عليه جدا، ان طبعا كويس البيراميدز ان هو ياخد بطولة زي كده وياخدها من المارد الاحمر بالاخص. طبعا احنا لو اتكلمنا يا جماعة عن فريق الاهلي، فريق الاهلي عظيم. فريق الاهلي يا جماعة واخد بطولات انا لا حصر لها، مش معنى كده ان مش في منافس ليه. طبعا هي موعد مباراة بيراميدز والاهلي القادمة. طبعا احنا بنعتذر نعتذر طبعا. قرار عاجل من اتحاد الكرة بعد رفض الاهلي وبيراميدز انضمام لاعبي للمنتخب الاولمبي. كشف الاعلام مهيب. طبعا احنا لو هنتكلم طبعا عن كشف اعلاميين ان اتحاد الكرة طبعا قرر ان الاهلي وبيراميدز مش هيلعبوا باللعيبة الدوليين. عاجل من اتحاد الكرة في الوقت الحالي لي بعد رفض الاهلي وبيراميدز ارسال لعيبة الفريق لقائمة منتخب مصر الاولمبي، وذلك من اجل المشاركة في اولمبياد باريس خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي. واكد في تصريحاته التلفزيونية اتحاد الكرة ان لا تجد اعتذر منكم الاقرب في الوقت الحالي هو تأجيل مسابقة الدوري بقرار من اتحاد الكرة لحين انتهاء مشاركة المنتخب الأولمبي في بطولة أولمبياد باريس. طبعا كلنا بنتمنى ان احنا نلعب في باريس طبعا، بس انا يعني احنا يا جماعة احنا مش هنأجل مدى الحياة يعني. ايه اللعيبة؟ ما احنا قاعدين نقول ناشئين ناشئين من الصبح، دلوقتي دول ناشئين. احنا بنتكلم عن ناشئين من الصبح يا جماعة ان هم يلعبوا، اما دلوقتي مين اللي هيقعد؟ هو انت يعني الاهلي بيلعب مين من ناشئين عنده؟ بيراميدز بيلعب مين من ناشئين عنده؟ ده هزار يا جماعه، والله هزار يعني. انا شايفه هزار يعني. هم عايزين ياجلوا ليه بقى بشكل رسمي؟ اما بمشاركه في البطوله بشكل رسمي خلال الفتره المقبله. ويرغب المنتخب الاولمبي في الحصول على ثنائي الاهلي محمد عبد المنعم وامام عاشور، وذلك من اجل